الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين. أولا أتقدم بالشكر الجزيل لكل الحضور الكريم. كلمة شكر غير كافية لكم بهذه المناسبة الكريمة، لعلها خير على الأمة الإسلامية. كما تعلمون أننا جمعية طنجة المدينة دائما الحمد لله حاضرين على مستوى المدينة العتيقة بكل الأنشطة سواء الفنية أو الثقافية أو الاجتماعية. واليوم نحن نخلد هذه الذكرى حفل ليلة القدر. اللهم اجعلها مباركة علينا وعلى الأمة الإسلامية. نحن هنا يعني بمختلف الأنشطة كما ترونها نقش الحناء لفائدة الأطفال، ونشكر مجموعة المديح والسماع على رأسها الأستاذ قاسمي. وأهم حاجة اللي يجب أن نوضحها للحضور الكريم هو أن جمعية طنجة المدينة جمعية مستقلة، جمعية لا انتماء لها، لا سياسة لها، لا دعم لها، مجرد دعم الموارد البشرية والموارد القارة التي تعود على أعضاء الجمعية. كل مكونات الجمعية يعملون بجهد جاهدي على إنجاح الأنشطة في هذه الفضاءات وفي هذه المؤسسة. إذن هنا أستغل الفرصة لكي أوضح للجميع أننا نحن هنا في خدمة الساكنة. نحن هنا هدفنا الوحيد هو أن نرى هذه الأطفال في وجوههم الابتسامة، أن نرى جميع سكان المدينة في أحسن الأحوال. لهذا نطلب منكم الدعم المعنوي. أما بالنسبة للدعم المادي فنحن الحمد لله نستطيع بفضل مجهودات الأساتذة وأعضاء الجمعية الذين هم معنا في هذه الجمعية نستطيع أن نوفر ما نستطيع. وشكرا لكم، تحياتي لكم جميعا. شكرا. الله الله سيديكم رجانا الله 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 يا والعز والفخر يا من دعا الخير على مدى الدار. الله الله إن من آياته أنه قال ليلة القدر خير من ألف شهر. جاء في القرآن عنه وهو قال سلام هي حتى
مطلع الفجر قد أتى مشرقا وسيما ثانيا الله الله يبعث النور للحياة داهيا الله 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 محمد